النهارده برنامج اكتشاف المواهب، وانا جاي النهارده عشان اختبر في البرنامج ده، وان شاء الله هنجح واكسب الكاس. بس يا رب يا رب مفيش حد يجي غيري، عشان انا مش عارف انا اغني ومعرفش حد في لجنة التحكيم. بس اصحابي بيقولوا لي صوتك حلو اوي 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 اوي. اما نشوف. نقف بقى نستنى الدور، مع اني مفيش حد بس هستنى الدور. ايه ده بقى؟ ايه اللي جاب الاخ ده هنا؟ يطلع مين الاخ ده؟ وجاي هنا يعمل ايه؟ اكيد جاي يقدم لبرنامج اكتشاف المواهب. لما نشوف هو مين. سلام عليكم. الله 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 الله، في يا عم انت؟ ايه يا عم انت في ايه؟ هو حد يكلم حد بالشكل ده؟ بقول لك عامل ايه؟ عامل ايه ازاي بس؟ مفيش حد بيكلم حد كده. طب يا عم حقك عليا. طب انت عاوز ايه؟ انا عايز اتعرف. ايه يا عم وانت شايف المزة قدامك؟ يا عم مش مزه ولا حاجه، بس انا جاي النهارده عشان اقدم في برنامج اكتشاف المواهب. وانت اسمك ايه بقى على كده؟ انا اسمي حسنين. اسمك ايه؟ حسنين. حسنين ايه يعني؟ انا اسمي حسنين اللي مش فاهم كلمتين. ولما انت مش فاهم جاي ليه؟ لا ما انا مش جاي اتكلم، انا جاي عشان اغني. تغني؟ صوتك وحش قوي. انا صوتي وحش؟ طب لما نشوف يا اخويا، ده انا مقدم حاجات هتبقى حلوه قوي وهتعجب كل الناس. الا قول لي انت اسمك ايه؟ انا ايوه انت، امال مين يعني؟ مفيش حد غيرك هنا. انا اسمي الاراجوز. مين يا اخويا؟ فوق علوز. يا عم فروغلوزي، انا اسمي الاراجوز. كشكريوس. يخرب بيتك، بقول لك انا اسمي الاراجوز مش كشكريوز. خلاص يا عم عرفنا. طب انا اسمي ايه؟ جوز ولوز. يا عم انت ارحمنا بقى، انت مش فاهم حاجه فعلا. طب انت جاي ليه؟ ما انا قلت لك يا اخ انت، انا جاي عشان اقدم في برنامج المواهب. طب هتكسب ازاي اساسا وانت مش عارف تقول اسمي؟ طب بص، قول لي اسمك اخر مره وانا هعرفه على طول، وهقوله مره واحده. طب يا عم هقول لك اسمي لاخر مره، انا اسمي الاراجوز. خلاص عرفنا. طب انا اسمي ايه؟ الاراجوز. شاطر يا حسنين، مع انك مش فاهم حاجه بس ماشي. وعلى كده بقى، تعرف حد في لجنه التحكيم؟ لا ما اعرفش حد، بس اصحابي قالوا لي صوتك حلو وهتنجح. ايه ده؟ صحابك بيحبوك قوي. طبعا يا اخويا. طب ما تسمعنا حاجه كده من اللي انت جاي تقدمها. طب بص، انا جاي اقدم اغنيه للست الكبيره هيفاء وهبي. مين؟ الست الكبيره هيفاء وهبي؟ كبيره في السن يعني؟ كبيره في السن ايه؟ لا كبيره في المكانه يعني، بتغني وترقص وتعمل حاجات حلوه. طب انت هترقص؟ يا عم هرقص ايه؟ يخرب بيتك، انت كل حاجه بتتكلم مش فاهم فيها. طب يلا سمعنا حاجه للست الكبيره هيفاء وهبي. بص بتقولي بقى تن تاراراران تن تارارات تاتارارارات تاتارارات تات. بس يخرب بيتك ما تغني. طب ما تقاطعتني اهو. خلاص مش هضحك بس غني. طيب يلا من غير ما تقاطعني مع بعض. يلا امري لله. يلا تاتارارارات تاتارارات شلت شللت وكسر في الحيط. بس يخرب بيت كده. في ايه يا عم انت؟ انت بتغني الاغنيه غلط. بغني الاغنيه غلط ازاي بقى؟ ما اسمهاش شلت شلاليت، امال اسمها ايه يا فالح؟ اسمها شخبط شخابيط. ايه ده؟ يعني انا بغني غلط؟ ايوه طبعا بتغني غلط. يعني انا كده مش هنجح في المسابقه؟ ولا هتشوفها. طب خلاص هغني لحد تاني. طب هتغني لمين؟ هغني للاستاذ الشعبي قوي عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ بقى شعبي، وهيفاء وهبي بقت ست كبيره. طب يلا هتغني له ايه؟ انا بحب له اغنيه جبار. قصدك تقول ان انت حمار؟ ايه ده؟ لا 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 لا، عيب كده والله يا عم ارجوز انت. طب اعمل لك ايه؟ ما انت بتقول كلام غلط. هتعرف تغني جبار؟ طبعا. طب اتفضل غنيها. ماشي يا عم، بس ما تقاطعنيش زي كل مره. مش هقطعك. يلا ابدأ غني. يلا 1 ايوه 2 ايوه 3 جبار. ايه ده؟ انت سديت ودنك ليه؟ عامل لك ايه؟ صوتك وحش. لا لا صوتي حلو، شيل ايدك من على ودنك بس وانا هغني.
طب اهو يلا. بعربس 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 يخرب بيتك. ايه ده انت بتحضني؟ اه طبعا هحضك. حاطط ايدك على شنبي ليه؟ هو ده شنب؟ اه طبعا شنب. سيبني اغني بقى واخد فرصتي. طب بص انت تغني وانا هجيلك على طول. رايح فين؟ خد تعالى انا اهو. هجيب حاجه واجيلك على طول. اجيب حاجه تسخن صوتك وتلينه. ايه ده؟ قصدك تجيب ينسون؟ او يتذكرون. ايه؟ يخرب بيتك ده جري. اما غنى انا بقى عشان لجنه التحكيم لما تسمع صوتي ما تقولش عليا انه صوت وحش اهو. جبار خد اي 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 اي. ايه ده ماله ده؟ اي 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 ماله ده؟ اي يخرب بيته ده شكله مات. استنى اما اشوفه كده لحسن يكون مات بجد. يخرب بيتك جبار. بس جبار خد يخرب بيته ده كان هيوديني في داهيه. ايه ده بقى؟ ده انا كده هكسب بالثلث. انا هروح اشوف اي حد في لجنه التحكيم واعرفه ان مفيش غيري انا بس اللي في اللجنه، واديله 50 جنيه عشان ينجحني، وان شاء الله هنجح وابقى الاول. استنوني بقى لما انجح في الاختبار وابقى اجيلكم عشان اقول لكم النتيجه. بس اهم حاجه تستنوني. مع السلامه مع السلامه مع السلامه يا ابو عين ميله. مع السلامه يا ابو عين ميله.